في المواقف الحرجة العصيبة دايما بيظهر معدن الناس. الشاب اللي قدامكم ده اسمه أحمد ناصر، شاب مصري حس بالخطر على السفارة المصرية في سفارة بلده في لاهاي في دولة هولندا ضد مجموعة من أشباه الرجال والمرتزقة وغير المصريين، ومجموعة من المتأسلمين اللي بينهضوا الدولة المصرية واللي بيحاولوا إن هم يسوقوا سمعتها ويسوقوا صورتها قدام العالم كله. الراجل حس بالغيرة على بلده وعلى وطنه. الراجل راح يدافع عن السفارة بنفسه، راح يدافع، والتانيين محميين من الشرطة. شايف يا جماعة؟ ده طبعا عمال يشتم وقلة أدب وسفالة. أنا نفسي أعرف إيه الصور اللي ورا دي، يعني صور مين دي؟ صور مين اللي مرمين جوه السجون دول؟ عبارة عن مجموعات إخوانية ملهاش أي ملة أصلا ولا ليها أي هدف غير إن هي تشوه سمعة بلدنا وسمعة مصر، وإن هي تزعزع استقرار بلدنا. إحنا أذكى من كده بكتير، وهنحافظ على بلدنا وبنخاف عليها وبنحبها، ولا عزاء لدول.